بفيديو اليوم راح أحضر معكم مشروب السحلب الخام على الطريقة الأصلي اللي ما فيه أي إضافات. ويا سلام شو طيب بهالجو البارد. قبل ما نبدأ بالفيديو، إذا كنتوا لسه مو مشتركين بقناتي مطبخ إسراء كيتشن وان، يا ريت تشتركوا وما تنسوا تفعلوا زر الجرس. وكالعادة المكونات بتلاقوها مكتوبة قدامكم لحتى يسهل عليكم الاحتفاظ فيها. أول شي رح أحضر خليط المواد الجافة. عندي حبوب المستكة، تأكدوا إنها تكون أصلية. رح أخلطها مع معلقة كبيرة من السكر. المستكة ما بتنطحن إلا إذا خلطتوها مع السكر. بدقهم لحتى تنعم المستكة عندي كتير منيح، وبحطهم على جنب. هلأ الخليط الثاني عندي معلقتين كبار من السكر مع نص معلقة صغيرة من السحلب الخام، أو حتى أقل شوي لتاخدوا العيار الصح. بخلطهم مع بعض وبحطهن على جنب. هلأ ببريق رح أحط 500 ملي من الحليب الكامل الدسم، أو ما يعادل كوبين من أكواب المقاس سعة 250 ملي. رح أضيف عليهن 200 ملي من كريمة الحلويات لحتى أخذ دسامة وطعم طيب. بتركهم يغلوا، وبعدين بضيف خليط السحلب، السكر مع السحلب. بهدي النار شوي وبضل عم بحرك من 5 ل7 دقايق. آخر شي رح أضيف المستكة اللي طحنتها مع السكر، ورح أحط عليهن كمان ماء زهر اختياري، بس هو بيعطي نكهة كثير طيبة. تحريكة سريعة وبطفي النار، وهيك صار عندي السحلب صار جاهز. هلا أنا كان وقت جاي عندي ضيوف، فحتى ما يبرد عندي السحلب ويشتد قوامه حطيتهم بترمس حافظ للحرارة. ووقت التقديم بتسكبوهن بالكاسات، ويا أما بتتركوهن مثل ما هن، أو بتزينوهن بالقرفة المطحونة أو جوز الهند. هاي الشغلة أكيد راجعت لكم. عن جد بتمنى إنكم تجربوا السحلب بهاي الطريقة، لأنه طعمتها مثل البوظة العربية، كأنكم عم تاكلوا بوظة عربية بس ساخنة. ومعي الكعك كمان، يا الله شو بيطلع طيب. بتمنى أن يكون فيديو اليوم عجبكم. شكرا كثير لحسن المتابعة، واستنوني إن شاء الله بفيديو جديد.